طيب النهارده هنتكلم على 10، مش هقول عليهم اخطاء، بس هم 10 مفاهيم غلط بيعطلوك انك تتطور في الجيم. والمشكله الكبيره ان انا بشوف المفاهيم الغلط دي مش بس عند المتدربين اللي هم الناس اللي بيروحوا الجيم يتدربوا، لا، المصيبه السوداء ان هي بتبقى عند كمان المدربين فاهمين برضو الحاجات دي غلط. فاحنا النهارده جايين نكسر الخرافات، نفهمك بقى الصح. تمام؟ ليه؟ لان احنا ناس متعلمه وفاهمه. خلاص بقى اتفقنا على المبدأ ده، احنا ناس متعلمه وفاهمه. اول خرافه، وهي كل ما اتمرن اكتر كل ما النتيجه تبقى اسرع. معلش بقى، خليني اصدمك واقول لك ان العضله والله ما بتكبر خلال التمرين، هي بتكبر بعد التمرين. وعشان تفهم ده بالراحة كده، فانت لازم تبقى عارف ان التمرين بيعمل حاجة اسمها ستيمولس، والستيمولس معناها التحفيز العضلي. دي طبعا تحفيز كلمة مختلفة خالص عن نمو، لكن عشان خاطر تنمو وتكبر كده وتبقى زي الفل، فده بيحصل في مرحلة الريكفري، يعني الاستشفاء العضلي. يبقى خلاص اتفقنا ان خلال التمرين بيحصل حاجة اسمها ستيمولس او تحفيز، وبعد التمرين بقى بيحصل النمو في مرحلة الريكفري. طيب ليه انا بقول الكلمتين دولت؟ ما اكيد عشان خاطر مهمين يا جماعه. بعد التمرين بتاعك يا حبيب قلبي بيحصل ارتفاع في عمليه اسمها الماسل بروتين سينثيسيس، والعمليه دي بتفضل شغاله من 24 ساعه ل 48 ساعه بعد التمرين. اديني بقى كده دماغك، لو رجعت مرنت نفس العضله بنفس الشده او بشده اعلى قبل ما تخلص دورتها، تفتكر كده ايه اللي هيحصل؟ بالظبط مش هيحصل اي نمو خالص، وهيحصل هدم عضلي. ان في الوقت اللي انت مفكر فيه انك انت بتسرع عمليه النمو دي، في الحقيقه انت قطعت الدوره بتاعت النمو. وبكده نفهم ان تمرين اكتر مش معناه نتيجة اسرع. النتيجة بتحصل من 3 حاجات اساسية: ستيمولس يعني التحفيز، بلس ريكفري يعني الاستشفاء، بيجيبوا حاجه اسمها ادابتيشن يعني التاقلم. ولما تعمل الثلاثه دولت بشكل مظبوط تبتدي تشوف نتيجه على جسمك. وبالمنطق كده لو شلت اي حاجه من المعادله اللي انا لسه قايل لك عليها دي مش هيحصل تطور. يعني والله لو شلت عنصر التحفيز مش هيحصل تطور، ولو شلت عنصر الاستشفاء مش هيحصل تطور، ولو شلت عنصر الادابتيشن او التاقلم مش هيحصل تطور. يبقى عشان خاطر يحصل تطور والتكرار يعلم الشطار، لازم تعمل ال3 حاجات دولت مع بعض: تحفز العضلة وتدي العضلة وقتها الكافي عشان خاطر تستريح، وكمان تتأقلم على المجهود اللي بيقع عليها.